السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوية بقى مشتريات على شوية حاجات كده. طبعا الحاجات ديت بتاعت ملوكة. هنا بقى ايه، بادي سبلاش، على برفانات بتحطها معاها في الشنطة، على مزيل للمكياج، على حاجات جميلة كده بتحبها، على غسول. هنا بقى قالت لي دي يا ماما بقى صنفرة للوش، وهنا مرطب. ده بتاع ده هايل يا جماعة، مرطب جميل. وهنا التفتيح هنا برضو رائع 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 رائع. لو حد بقى عايز الحاجات دي سكرينات ياخدها سكرينات، وحاجات جميلة جدا. هي بتستخدم بقى الشامبو ده فاتيكا جميل جدا برضو. ما شاء الله تبارك الرحمن. الكريم ده على قد ما هو رخيص، على قد ما هو هايل. جميل جدا جدا جدا. سيبكوا بقى من الحاجات التانية الغالية دي وجربوه وهتدعولي. ما شاء الله. طب انا مش عارفه ايه اللي جاب الرش ده معانا، بس طبعا انت هتشوفوا دلوقتي الحاجات ايه. كنا بنجيب الحاجات بتاعه الشهر، وها انا دماغي كانت بتلف. لايك بقى واشتراك في القناه، لاني تعبت في الفيديو ده جامد جامد جامد. عديت الطماطم بقى دخلت الريسبشن ليه ما اعرفش. انا كنت بجيب الحاجه لان باب الشقه كده قدام كده الحاجه، كنت بجيب واحط، لاني كنت ساعتها لوحدي. جبت عديت الطماطم بقى دي، هتشوفوا شوية تفريزات بقى للطماطم بقى ايه، خطيرة. انا طبعا بحب مكرونة حوا جدا جدا. فبجيب ايه، كرتونة كده على بعضها كده بقى متقسمة. طبعا المزاج العالي الشاي، انا مدمنة شاي. يا دوبك دول ما بيقضونيش نص الشهر. هنا بقى النسكافيه، كان ما عنديش اكياس بقى للبن، وجبت ازازة زيت آلية واحدة بس الشهر ده لان انا عليا التموين. فبعدين جبت صلصة بقى وشوية ملح، لأن كنا هنعمل شوية مخللات جميلة كده. وبعدين هنا كريم شانتيه وكاكاو خام، والملح اللي كاس ده بقى قدامكم، وهنا نشا، وبرطمانين صلصة كده هحطه. يلا بقى التقيل بقى جاي. أنا بوريكم بقى حاجات على قد الإيد يا جماعة، ممكن تقضيكم على قد عدد الأفراد بتاعتكم. شوفوا بقى، أنا معرفش، أنا بقول لكم موفري، وبحب أجيب كل حاجة بالجملة، وأحب أخلي الحاجة بتاعت الشهر موجودة عندي. أنا باحب الحاجة موجودة أكتر من الفلوس. فلوس لو خلّيت مثلًا أقول أجيب فرختين 2 الأسبوع ده لأ، ما باحبش أنا الحاجات دي خالص. باحب الحاجة تبقى موجودة عندي في التلاجة. الدنيا شتيت عليَّ، ما حدش من العيال بينزل، أمسك بقى الفراخ ديًّا، أمسكها أشطفها بقى من الملح والليمون. وأنا جايبة في الحاجة بتاعتي دلوقتي الليمون. جبت بقى البانيه وشطفته، حطيت شوية دقيق وشوية ملح وشطفته الأول شطفة جامدة، وسبته ومسكت الفراخ، غسلتها غسلة جامدة كده تحت الحنفية وبالملح والخل والليمون. وبعدين صفيتها، وبعدين همسكها بقى أقطعها وأحطها في قلب الأكياس. بسم الله ما شاء الله. مشتريات كده اتعلمي توفري، مش كل شوية تروحي تبعتي تجيبي فرخة وبعتي. أنا بجيب بقى المنظمات بتاعتي دي. طبعا أنا كنت جايبة الحاجة دي كلها، قلت بقى أصور لكم جزء من الحاجات دي. طبعا في منظفات وفي حاجات تانية. شوفي ايدي هنا بقى كانت بتتهز، وانا معديه كده من السوق لقيت في عربيه بتبيع الليمون ده. قلت بس ما يخسرش، اجيبه واحطه في قلب التلاجة. طبعا الكيلو التاني بايه، ب50 وب60 جنيه الليمون ده. والله العظيم يا بنات ريحته جميله جدا، ينفع بقى في تنظيف الفراخ. لقيت بيقول الكيلو ب5 جنيه، فجبت منه وحطيته في التلاجة. شويه مشتريات كده حافظي ووفري، وشوفي المكان اللي هو فيه حاجات رخيصه وبيبيع بالجمله، وحاولي ايه توفري فيه وتجيبي الحاجات بتاعت. انا مش جايبه الحاجات ديت عشان اعرضها، انا بقول لك الحاجات ديت لازم توفري وتدبري مع نفسك كده. بقول لكم عديت الطماطم بقى هنا كده، هتشوفوا تسبيك الطماطم. وجبت بقى كرتونة البيض. انا بقول لكم انا من النوع اللي الحاجه تبقى موجوده عندي احسن ما ايه ابعت اجيب كل يوم. هنا بقى جبن، شويه جبن وشويه مشتريات كده. طبعا انا جبت هنا بقى الدقيق. اهم حاجه ان انا اجيب الدقيق طول الشهر كده يبقى عندي. الدقيق كده اعمل منه كيكه، اعجن منه معجنات. هنا ده الفلفل الناعم، وجايبة برضو الفلفل الخشن اهوت والكمون الخشن برضو. نقول ما شاء الله بقى تبارك الرحمن كده، اللهم بارك. هنا بقى جبت الخميرة، وهنا البيكنج باودر بقى كده، وشوية مشتريات بقى على قد الايد. طبعا انا ما جبتش من بره بقى كده الحاجات دي كلها وهاجي بقى اعمل غدا. لا، جبنا سمك من بره بقى كده، وعملت شوية رز وعملت شوية ايه، سلطة. ما انا مش هاجي اطبخ بقى كمان بعد التعب ده كله،
وفرّزت الطماطم يوميها وفرّزت حاجتي وعينتها في التلاجة. يا ريت بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، باحبكم في الله أحلى أخوات في الكون كله. هنا بقى كانت أكلة جميلة كده، أكافئ نفسي بقى، ما هو يوم كده ويوم كده، يوم إن أنا أطبخ وأعين حاجتي وأفرّزها وأعمل كده، وأكافئ نفسي في الآخر، مش هاجي برضه أطبخ وأعمل كده طول النهار برّه في الشارع وهاجي أطبخ كمان، لأ برضه كافئي نفسِك وهاتي أكلة من برّه وألف هنا وشفا ومع السلامة.